ازيكم يا زغل، عاملين ايه؟ وحشني والله العظيم، وحشني قوي. بصوا يا جايز، النهارده انا هتكلم في موضوع بعيدا عن الهزار، ده ضروري لازم نتكلم فيه. التحرش. احنا عايزين نتكلم كده عن التحرش. اول حاجه كده، بسم الله عن المتحرشين. تكون اختي راكبه المشروع واول نوع بيقابلك اللي بيقيم الليل عندنا في المشروع، اللي بيبقى قاعد عامل لك كده. اخشي تلاقي كوعه دخل في خربتك كده. ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ ايه يا قلبي؟ في ايه يا صاحبي؟ ايه، هتقوم بينا العصر ولا ايه؟ ايه القعده السودا اللي انت قاعدها دي؟ انا عايز اعرف انت قاعد لي عامل لي كده ليه؟ ليه مصدر كلامك اخويا في خربتي؟ انا عايزه افهم. تاني نوع بقى، وده اكتر نوع بيقابلنا، اللي قاعد بيفصص بسله، اللي اختي مفرشح رجليه، اللي قاعد بيفصص لنا بسله. ده في يا اخويا انت قاعد مفرشح رجلك ليه كده؟ يعني انت اخويا في خدك لا مؤاخذه خلاص على فخاجي، يعني انا مش فاهمه ايه الجميل والحلاوه في اللي انت قاعد فارد لي عضلاتك قوي كده، فاتح لي رجلك اخويا. وانت ايه، هترقص باليه مثلا؟ هتقوم دلوقتي عندك كلاس باليه؟ فهمني. في بقى نوع اللي انت تبقى قاعده في امان الله كده، وتلاقي نفسك مره رحتي دار المسنين، سند عليكي كده. ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ في ايه يابا؟ انت في دار المسنين انت قيلت ليه كده؟ لا يا حاج، قوم فوقلي. لا قوم يا حاج عشان نديكوا اللبوسه عشان انت هبطت مننا يا حاج. انك اختي تبقى قاعده في امان الله، وقاعده كده مثلا فاتحه الشباك وقاعده، تلاقي نفسك في البنك، حد بينغزك، اللي حاطط ايده جنب الشباك، اللي ساند على دراعي. يا اخويا المخري في دراعي، اللي قاعد في البنك دوت وبيديني الايصال. نعم، خير. قاعد حاطط اخويا دراعك، يعني انا دراعي سنداه وانت اخويا ما شاء الله مادي دراعك على دراعي. نعم، يعني انا مش فاهمه ايه المغري في دراعي، ولا ايه الاغراء ان انت تقعد مفرشح رجلك؟ ايه المغري في فخادي مثلا؟ انت قاعد لازق لي قوي كده، انا عايزه افهم يعني، وعامل لي كعانك كده في ايه يا صاحبي؟ يعني انت مالك يا صاحبي؟ قاعد مالك؟ فاهمني مالك؟ احنا برضو بندور على الحل. فين دلوقتي لو انت بتتكلم بمبدأ الشهوة؟ فانت فين شهوتك يعني في ان انت تفضل قاعد ساند على البيت رجلك، ولا ساند على البيت كوعك؟ يعني انت فين مجال الشهوة؟ يعني انت حتى لو فكرت بالتفكير الشهواني وانك شخص شهواني، انت ما حصلتش يالا كلب. الكلب ما حصلتوش يالا. نقول مثلا ده شغل مراهقين؟ لا، ده في رجاله كبيره اتهطلت يكفيكوا الشر، كبروا واتهطلوا وطالع منهم هطل على عيال صغيره. دلوقتي مثلا ممكن حد يجي يقول لي ايه بقى؟ اللبس. البنات بتلبس لبس ملفت قوي، فده بيثير رجولتهم، فبيخلينا اختي مش قادرين، فنقدر ان احنا ايه، نتحرش براحتنا. خلينا معاك. اللبس طبعا في بنات لبسها ملفت، طبعا، بس ده مش مبرر. سيبك من ده يا عم، اللبس هو اللي بيعمل كده. انا معاك. تعرف ان في منتقبين بيتم التحرش بيهم ولا ما وصلتش؟ طب اخويا دي بقى المنتقبه دي، ايه الاغراء اللي فيها؟ واحده لابسه ملايه بمبدأ ان هي مش مبالة اي تفصيلة من جسمها، فين اغراء برضه؟ سيبك من المنتقبة، يمكن النقاب ضيق مثلا، شف بقها، ما علينا. تعرف ان في اطفال بيتم التحرش بيهم؟ ولا مثلا ده ما مرتش عليك؟ عشان اظن شفنا قواضي كتير قوي من دي، ان اطفال. طب ده بقى ايه المغري؟ كانت لابسه بامرز بامبي مثلا في اغرته مثلا، ولا ايه؟ ما انا عايز اعرف ايه الهدف من المتحرش. وطبعا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الناس بقى لما يجي يتحرشوا بيكي، الناس اللي تبقى حواليهم، خلاص اختي خلاص اختي خلاص اختي، طبعا كلنا بنمر بيهم دول. طب اخويا ليه ما بتقولش خلاص اخويا؟ يعني مثلا انت خلاص اختي خلاص يعني ايه خلاص اختي؟ يعني انا عايزه افهم. يعني انا دلوقتي بقى اتحرش بيا تقولي خلاص بقى وعدي؟ اعدي ايه؟ اعدي إيه؟ انا مش فاهمه، انت فاهمني كده؟ هو ايه اللي خلاص؟ انت ليه ما تمسكوش تفنطوا؟ ايه كميه السلبيه اللي بقت في الناس دي؟ وفي الاخر يجي مثلا ملناش دعوه. ايه كميه السلبيه دي؟ يعني ايه كميه الناس السلبيه دي بجد؟ طب انت تعرف بقى ان مش بيتم التحرش بيا انا بس، ولا باي بنت بتتفرج عليا؟ لا، انت بيتحرشوا ببنتك وبامك وباختك عادي، ولا ايه؟ كابتن معانا ولا ايه النظام؟ طبعا البنات بتخاف ترد. طبعا البنت لما يتم التحرش بيها تبقى قاعده ساكته، يا متى مصدومه. ما احنا مثلا مش بنمر كمان بتحرش بس جسدي بس، لا لا. انت ممكن تكون ماشي تلاقي ما شاء الله كده حارس حديقه الحيوان ماشي جنبك، ايه يا جمل وايه يا همر وايه يا اسد، ما شاء الله ده الحارس ماشي بيدور. انا مش فاهمه ايه المغري برضه، ما انت حضرتك شبهني بحيوان، انا مش فاهمه يعني انت كده جامد. طب انا بقى البنات بقى ايه رد فعلهم؟ لا بيخافوا. لا اختي ما تخافيش بقى، هو ما خافش على نفسه وهو بيعكسك.
ما تخافيش، هتلاقي اللي حواليهم خلاص ومش خلاص. لا مش خلاص، لا مش خلاص بقى. انت حضرتك بقى عمال تتحرش بيا وتقل ادبك وما بتحترمش نفسك، وانا كمان اسكت لك ليه يا بابا؟ ليه اسكت لك؟ لا ده انت تجيلي، انت بتاعي خلاص. انا هاخدك كدهوت وعلى اقرب اسم، هاخدك كدهوت واطلع بيك لايف واخلي كل اللي يشتري يتفرج عليك يعرفك ان انت شخصيه مهزأه ومتحرش ما شاء الله عليك. ساعتها بقى هتلاقي بقى الناس، اللبس، العمل، المش عارفه ايه، محدش ليه اي مطلق الحريه ان هو ممكن يعتدي على جسمك لاي مبرر. ده جهل وتخلف وكميه سلبيه من الناس، ربنا يكفينا الشر. فاحنا بقى عايزين نوصل لحل، نشوف التنانين المجنحه، التنانين اللي طالعه بتبخ علينا نار دي، الناس المصهده هنعمل معاها ايه؟ لا امان للمان ولا للتحرش.